صباح الفل، يوم جديد من لاتفيا. نفسي اعرف الناس هنا عايشة ازاي. احنا في الصيف ودرجة الحرارة دلوقتي 10 والجو فيه مطرة والاجواء زي ما انتم شايفين كده اجواء شتوية. هنا الشتاء بيبقى عامل ازاي؟ لان انا عملت سيرش في الموضوع ولقيت الشتاء هنا بيبقى عندهم ماينس 15 وماينس 20. احنا بنتكلم في 15 و20 تحت الصفر. الكنيسة اللي ورايا دي اسمها سان بيترز واتبنت في القرن ال15 وفي اطلالة فوق على المدينة كلها. تعالوا نشوف هنطلع فوق ازاي والتذكرة بكام. عايز اقول لكم ان الاطلاله تستحق. شايفين المدينه كلها، بتدفع 9 يورو بس بتطلع تشوف الاطلاله دي كلها وبتزور الكنيسه من جوه. بس الهوا كده زي ما انتم شايفين هوا جامد جدا والدنيا بتمطر. بنشوف من هنا النهر ورانا وبنشوف المعالم السياحيه في العاصمه كلها. الصراحة البلد جميلة جدا، بس اللي عايز يزورها يزورها في الصيف 6 و7 و8. 5 كمان الجو صعب جدا، بس المنظر يستحق. متخيلين ان الكنيسة بالبرج ده اتبنوا في القرن ال15؟ الاجواء كده زي ما انتم شايفين عالمية. البلد جميلة جدا، التصاميم عندهم كأنك ماشي في متحف مفتوح بالظبط. زي ما انتم شايفين كده عيني بتدمع. الجو تلج، لازم اروح اشتري ايس كاب وجاكيت عشان لسه قاعدين كام يوم هنا عشان ما نتعبش ونقعد في البيت ما ننزلش. فنانين هنا بقى زي ما انتم بتشوفوا. الراجل ده هو اللي راسم اللوح دي كلها. الحاجات دي كلها هاند ميد. واتشن خولادنا. وانت ماشي كده تتمشى في الحواري بتاعة ريجا وتكتشف حاجات جميلة جدا. عيشكم معايا الأجواء عشان تشوفوا الأماكن الجميلة اللي زي دي اللي أنا بتمشى وبشوفها. هنكتشف البلد مع بعض لأن البلد مخبية حاجات كتير جدا. شايفين ده مطعم؟ اطلع بقى من هنا. معظم الشوارع في ريجا زي ما انتوا شايفين كده الحجر ده، فتخلي بالك بقى وانت ماشي. شايفين كده الحلويات وكوفي شوب. نشرب واحد اسبريسو عشان ندفى شويه. احنا جوه المول. طيب عايز اقول لكم اسعار الاسبريسو هنا يورو 80 سنت والامريكانو 2 يورو 20 سنت. وانا جوه الكافيه بشتري القهوه دلوقتي حصل معايا موقف بتكلم شويه روسي، فدخلت اتكلمت معاهم بالروسي. فجت ست عندها حوالي 75 سنة قالت لي في لاتفيا هنا ما تتكلمش بالروسي، عايز تتكلم اتكلم بالانجلش. فده موقف من المواقف الطريفة اللي حصلت، ان الشعب هنا ما بيحبش الروس. زي ما احنا شايفين كده الاجواء جميله، موسيقى، ناس بتعزف عند الاوبرا، والاجواء الطبيعيه في كل مكان هنا. البارك ده زي ما انتم شايفين كده مساحه كبيره جدا من الخضار وميه في كل مكان، وفي نافوره ورايا عند ميدان الحريه في السيتي سنتر بالظبط. أجواء عالمية والمدينة جميلة جدا، وانت ماشي عمالين نكتشف حاجات وبارك كده في وسط المدينة ونافورة ورانا. ناقص بس شوية شمس وتبقى كده من الآخر. عايز أقول لكم إن لاتفيا مختلفة تماما عن ليتوانيا. الأسعار إلى حد ما متقاربة، البلدين مش غالية في الأسعار، بس الشعب بتاع ليتوانيا غير شعب لاتفيا خالص. الشعب بتاع ليتوانيا كده دمه حامي شوية وبينفعله، ممكن انت كغريب تحس اللي هي عنصرية، بس شعب لاتفيا هنا ناس زي العسل. بيتكلموا معاك، بيشرحوا لك، فاهم، في حب كده بس. والبلد ليتوانيا مختلفة عن لاتفيا تماما من حيث الأماكن السياحية، المباني، الكلام ده كله. في تشابه بسيط جدا بس في التوتال مختلفين جدا عن بعض، وأنا مبسوط جدا اللي أنا زورت البلدين.
أكتر الحاجات اللي لاحظتها في الشعب هنا، الشعب محترم جدا وبيحافظ على الأماكن السياحية الموجودة والأماكن العامة عموما، الحدائق، البيوت، الكلام ده كله. مفيش جرافيتي، مفيش ناس مبوظة مثلا شكل البيوت، الكلام ده. بودابست إلى حد ما كانت في جرافيتي، مبوظين شكل المباني، شكل البيبان. ومعظم الدول اللي سافرتها في أوروبا بتلاقي ناس مبوظة في شكل الشوارع، شكل الصناديق اللي زي دي. بالنظافة اللي موجودة هنا انا شفت في امستردام نفس النظافه اللي موجوده هنا، فدي حاجه حلوه جدا وتحسب للشعب ده. سبحان الله، الصراحه البلد جميله جدا وفي مناظر جميله جدا، والواحد مش عايز يبطل مشي رغم السقعه والبرد اللي موجود هنا شويه، بس الواحد عايز يمشي ويكتشف كل الاماكن دي. ناس جميله، الشعب جميل، الناس بتضحك، شكلهم حلو، لطيفين معاك، بيتكلموا، بس مفيش اي عنصريه. بيسألك انت منين. حد من شويه لقاني بصور قال لي تعالى اخدك كام صوره. فالناس هنا لذيذه جدا الصراحه، وناس حبوبه. الالوان هنا حاجه غير طبيعيه. وصلت ميدان الحرية في السيتي سنتر، وده تمثال الحرية اللي ورايا. سنة 1944 حصل هجوم من الاتحاد السوفيتي على دول البلطيق ودخلوا لاتفيا، ودي صور الحرب اللي كانت في لاتفيا. تعالوا نشوف الصور، حاطينها هنا في نص البلد عشان يفكروا الناس اللي في حرب قامت 1944. زي ما شايفين كده التدمير اللي حصل في البلد، وده كان شكل البلد وقت الحرب. اي حرب هي دمار، بس محدش بيستفاد منها صدقوني، الكل بيطلع خسران. الساحة هنا حاجة في منتهى الجمال والروعة. الأرض نضيفة جدا، والألوان اللي هم عاملينها في الطبيعة والورد حاجة تفتح النفس الصراحة. وده هنا كوبري الحب، موجود في معظم الدول، كل اتنين بيحبوا بعض بيجيبوا قفل ويحطوه هنا. مكان زي ده، بارك كبير في وسط السيتي سنتر في مدينة ريجا بلاتفيا، والدخول فيه مجاني. من حق الكل اللي هو يستمتع بالطبيعة اللي موجودة. عاملين لهم حاجات كتير جدا زي ما احنا شايفين، نوافير في وسط المية، في كمان رحلة بالقارب ممكن نجربها كمان شوية لأن الجو بارد دلوقتي. رحلة القارب 50 دقيقة ب20 يورو. زي ما احنا شايفين طبيعة مفيش بعد كده، جمال سبحان الله. شير واللايك لو انتوا بتتفرجوا على الفيسبوك او على اليوتيوب، عشان المحتوى يوصل لاكبر عدد ممكن لكل المهتمين بالسفر والسياحة، والناس تتفرج على الاماكن الجميلة، والناس تحس اللي هي بتسافر معايا. من مكان جميل في العاصمة هنا زي ما انتم شايفين الأجواء الطبيعية، في كاتدرائية ميلاد المسيح عليها قبة من الذهب. في فندق هنا راديسون بلو، وهنا الكنيسة. الناس بتتمشى والأجواء جميلة، وزي ما احنا شايفين كده الست قاعدة بتأكل الحمام. دي محطة الباص، دي الكنيسة زي ما انتم شايفين كده، وده بارك جنبها جميل، طبيعة، خضار، في مناظر حلوة جدا. دي ساعة لايما من أشهر الساعات في العالم، موجودة هنا من سنة 1924. ولايما دي أكبر شركة حلويات موجودة في لاتفيا، نقول عليها معلم سياحي من المعالم السياحية الموجودة في مدينة ريجا.
لفيت لاتفيا كلها على ايس كاب مش لاقي، لقيت بس في سبورتلاند هنا 16 يورو. الناس هنا لذيذة جدا الصراحة وبيضحكوا وبيهزروا. ايه رأيكم حلو ولا ايه؟ يومين بس، اليومين اللي انا قاعدهم هنا. باي.